أعزائنا، وقد قيل من أراد أن يتعرف على عادات وتقاليد أهل مدينة معينة فليتعرف أولا على تراثهم الشعبي. حول هذه النقطة معنا العم سعدون حسين الزبالي من مدينة رابغ. الله يحييك عم سعدون. الله يبقيك ويبارك فيك. وبالتراث الشعبي. وبالتراث الشعبي حق أنا لابس ثوب اللي كانوا يرتدونه آبائنا وأجدادنا، كان يسمى له 3 مسميات: هو الثوب الحربي، أو ناس تسميه الثوب الكميمي، أو الثوب المحاريد. هذا هو ثوب المحاريد طبعا، وهذا اسمه الزيق أو الجيب، وهذه اسمها السبايت. وهنا طبعا الترقيبة أو فطبعا كانوا يلبسون وقت المناسبات، ينزلون فيه بالعرضة. العرضة عبارة عن صفين يغنون الزومال أو الحداية على إيقاعات الزير وبعض الدفوف، وبعرض بالبندقية القديمة اللي هي المقمع والمفتل وبعض السيوف. وكانت تؤدى العرضة في المناسبات، في الأعياد وفي الأفراح، الزواجات، وكانت يعني ألعاب أخرى شعبية، منها الرجاعي ومنها التقاطيف ومنها حقيقة ألعاب لعب زيد، ومنها القلطة اللي هو المبادع أو ما يسمى شعر المحاورة. من أشهر الشعراء في رابغ؟ والله أشهر شاعر في القلطة في رابغ الحقيقة شاعر قدير جدا اسمه مبروك مبارك أبو ناب العصلاني، وغيرها الكثير يعني. وشاعر اسمه خلف بن خليفة البلادي، وشاعر اسمه جبر محمد صالح الزبالي، وشعراء كثيرة حق لا يحضرني يعني حصرهم أو عدهم الآن. طبعا هناك شيء من الشعر اسمه شعر الكسرة، الحقيقة الكثير من يقرضه ويجيده، خاصة في مدينة رابغ. بعضهم من شعراء كانوا فطاحلة في رابغ. تحضرني كسرة لأحد الشعراء من أهالي رابغ، توفى الله يرحمه من سنوات، الشاعر إبراهيم بن عاقل، يصف طبعا رابغ كانت في مناسبة في طلعة أو رحلة إلى البحر، فحقيقة جادت البحر عليهم بكرم وجوده هو وأخويانا اللي معاه. فجادت قريحة الشاعر عندما قال: جيناك يا ثغرنا الباسم، يلي فحول الأدب سموك، جوك لطيف ومكاسم، تكرم ضيوفك اللي ما جوك. يا سلام. طيب هذه تتغنى يا عم سعدون؟ هذه تتغنى كسرة، لكن أنا صوتي ما يجيد الكسرة. لا هذا تهرب هذا. حقيرتي لا. يعني من ممارسين التراث والألعاب الشعبية. وكثير من كلام المرحوم إبراهيم بن عاقل الحقيقة اللي يعني كلام يستحق التدوين والتوثيق. وهناك شعر وهناك ألعاب أخرى زي الرديح، زي برضها يعني فيها قرض شعر حاضر، يعني زي القلطة، زي الشاعر اللي يقول أو في التقاطيف يقول. أذكر شعراء منهم إبراهيم بن عاقل، منهم عيد القاسي في أحد الجوازات القديمة في كلهم هذول شعراء كسرة. شعراء كسرة وشعراء تقاطيف. يقول له ذيك الأيام جواز شخصية من شخصيات رابغ، هو تقاعد الآن، اللواء بزيع دخيل الله البيضاني، فكان في جوازه تقابلوا إبراهيم بن عاقل وعيد القاسي الخزاعي. فيقول له في ذيك الأيام كان سنة طلوع أبله 11 للقمر، فاستغلوها فرصة الشعراء. فيقول له القاسي: عطني أبله 11 روحة وجية للكوكب المريخ بعد القمر فيه. قال له إبراهيم بن عاقل: يا شايب الرحمن كب الأذية، خذ التقاعد والعمل من تقاويه. هذا على سبيل المثال يعني وصلوا القمر الرابع. نعم. وكثير كلام يعني، منهم الشاعر صقر بن عبد الله الهندي، طبعا يقول في لعب الرديح، يقول له: نجم السعد صادف الكنة والعاين الساع ما بانت. ولك كلام كثير الحقيقة لا يحضرني في هذا الوقت القصير يعني. طيب تقاطيف، انت قلت تقاطيف. لا، تقاطيف قريبة إلى الرديح، لكن لون